السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل معاكم النهارده، احنا عملنا معاكم البور المشوي والسمك المشوي، لكن احنا دلوقتي هنعمل الرنجه. الرنجه ديت حلوه قوي، لما بتتشوى بتبقى جميله. في ناس بتقول ان هي بتنشف معاها، بس ان شاء الله مع التتبيله اللي احنا هنعملها يعني احنا ممكن بنجيب ليمون وكمون وملح ونحطه نرشه كده على البوري وخلاص، وشويه ميه بس بمعلقه خل، بتحس ان هو بيفضل طري. لكن ده فعلا لما بتشويها في الفرن وتسيبيها ما تعملهاش التتبيله ديت، بتحس ان هي ناشفه. لكن احنا مع ان شاء الله التتبيله ديت هتلاقيها طريه وجميله وطعمها حلو قوي. انا اشتريتها، بسم الله ما شاء الله، يعني حلوه. في الشويه الطريقه بتاعتها رنجه، ومعايا كمون على فلفل اسمر. طبعا كلنا عارفين ان السمك بيحب الكمون الكتير. معانا ملح، دي التتبيله بقى. هيكون معانا ليمون، معانا طماطمايه واحده، كزبره يعني شويه بس مش كتير يعني، معايا فلفل احمر، معايا قرن الشطه الحلو ده، ومعايا قرن شطه اخضر، والليمونه قطعتها برده. معايا التوم بس انا مش مقشراه، انا هحطه هيتفرم معاه كده يعني ايه، مش محتاج ان احنا نقشره، طريقته حلوه. انا دلوقتي حطيت ميه واحط الحاجات دي كلها اهيت، بسم الله. ونحط الكمون حبيب السمك، ونحط طبعا ما تحطيش الملح كلته عشان ما تبقاش مملحه زياده عن اللزوم اهيت. والقرن الشطه ده هنقوم حاطينه ونديله فرمه واحده ونرجع لكم ان شاء الله. انا خلصت الخليط اهوت اللي هنعمله الرنجه ان شاء الله اهو، عامل ازاي وريحته جميله قوي قوي. انا حطيته في بوله زي دي عشان لما اجي املحه اقوم حطاه كده، يعني ايه، ما احتاجش ان انا اعمله حاجه ضيقه، صدقيني يعني بتبقى حلوه. انا معايا دلوقتي، احنا خلصنا التتبيله، معايا معلقه خل كبيره بتدي لها طعم قوي قوي، وكمان لو في زفاره بتحوش الزفاره. احنا دلوقتي هنجهز الرده وهنطلع نشوي السمك في الفرن اللي انتوا عارفين اللي شيرونا فيه قبل كده. احنا دلوقتي طلعنا عشان نشوي السمك. دي التتبيله اللي احنا عاملينها، ودي الرده عشان اللي ما شافش برده. الرده دي بتيجي من عند العطار، احنا هنحط عليها كمون وفلفل اسمر اهي، تقلبي فيها اهي. انت عاوزه طبق اكبر من كده، يلا ان شاء الله ده هينفع اهو. هنمسكها كلها، لازم تقلبها في الرده، وبعد كده هنقصها على المطرحه اللي انا بشوي عليها. على فكره اللي ما عندهاش الفرن ده اللي احنا هنشوي فيه، ممكن تعمل لو عندها جريلا، لو عندها اي حاجه يعني ايه، صاج، ممكن تشوي عليها، تحطها على البوتاجاز وتشوي عليها. هنرصها على المطرحه عشان نحطها في الفرن، لازم الفرن يكون سخن قوي قوي عشان السمك يبقى حلو معاكي، وعشان كمان ما تنشفش. احنا هنعمل كمان اهو. الرده دي بتلاقيها في ناس بتقول ان احنا ما بنلاقيهاش، بتلاقيها عند العطارين، وفي ناس كتير بتبقى عندهم موجوده على طول يعني ما بتتمنعش. كده الوقت حطيناها على المطرحه، لما تكوني عاوزه تختبر الفرن بقوم حاطه شويه رده. لو الرده يعني طلعت بخه يعني كده، يبقى كده الفرن خلاص سخن. انا هحط السمك دلوقتي. احنا كده الوقت السمك لما يكون الفرن سخن من تحت ومن فوق، ما بتحتاجيش انك ايه تقلبي السمكه يعني كده، لان اهي محمريه من فوق ومن تحت. فاحنا ايه لازم ايه تجيبيه الجهادي عشان ينشف معاكي، عشان لو في دم ولا حاجه ما يحتاجش ايه ان انت ترجعيه تاني اهوت. ده ده من ابيض من فوق اهوت واحمر من تحت، لازم تقلبيه، ما تسيبوش لما ينشف خالص، لان ده مش زي لا البوري ولا السمك. كده السمك اتشوى، هنحطه بقى في التتبيله اللي احنا كنا عاملينها. احنا كده خلاص، احنا طلعناه من الفرن. لازم تحط شويه تمليحه في الارضيه كده اهوت. شوفوا بقى نقوم حاطينه كده. التتبيله دي حلوه قوي، وبتخلي السمكايه ما تبقاش ناشفه معاكي اهو، بسم الله. احلى حاجه ان انت تعملي الحاجه في البيت عندك،
ما تخرجيش اي حاجه بره. احنا كده خلصنا السمك بعد ما شويناه. فيه تتبيله بيبقى فيها حاجات يعني ايه، بالتتبيله اللي احنا عاملينها، بحب احطها على الوش، بتدي طعم قوي. اللي بيجي ياكل السمك بيلاقي طعمه حلو قوي قوي. طريقه السمك حلوه وبسم الله ما شاء الله. انا يمكن عملته معاكم بدل مره، انا يمكن عملته بدل معاكم كم مره. ويا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.